اهم 3 تمارين لتكبير عضله الترايسبس تحت التشريح. اول حاجه عضله الترايسبس ليها 3 رؤوس، اللونج هيد اوف ذا ترايسبس ودي بتكون ماسكه في السكابيلا اللي هو لوح الكتف. اما بالنسبه للراسين التانيين وهو اللاترال هيد ودي بيكون في الجنب، والميديال هيد بتكون تحت الاثنين زي ما احنا شايفين كده. وبدايه العضلات دي بتكون في عظمه الهيومرس اللي هي عظمه الدراع. المهم ال3 رؤوس دول بينزلوا يتجمعوا في الترايسبس تندون ويمسكوا في عظمه القلب. ال3 بيعملوا حركه اساسيه وهي الالبو اكستنشن، يعني من الاخر تفرد ايدك كده. وهنا كل ما ايدك وكوعك يكون جنب جسمك كل ما تشغل اللاترال والميديال هيد اكتر، زي تمرين البوش داونز، وهنا بيكون عليهم اكتر نسبه تحميل. ولكن لما بتطلع كوعك كده لفوق هنا بتشغل اللونج هيد اكتر وبيكون عليها اكتر تحميل. وهنا لان عضله الترايسبس لونج هيد هي الوحيده اللي ماسكه في السكابيلا، فعشان كده لما بنرفع ايدينا لفوق بتبعد الاوريجن عن الانسيرشن، فساعتها اللونج هيد بيكون عليها اكبر تحميل. وبكده تمارين الاوفر هيد كلها بتشغل اللونج هيد اكتر من باقي الرؤوس. فمن الاخر ممكن تلعب فردي فرنساوي او تلعب تجميع بالدمبل بايديك الاثنين، او تمرين الكيبل بول اوفر، وهنا كلهم بيحققوا نفس الشرط.